بسم الله الرحمن الرحيم. محمد السيسي رئيس المجلس العلمي لعمالة مكناس. نحن في لقاء تواصلي مع كلية الشريعة في مدينة فاس العامرة، كما هو معروف بعلمها وبعلمائها وبتخصصاتها التي استوعبت كما هو معلوم كل التوجهات العلمية المعروفة يعني كونيا حول موضوع لا أقول من أهم، بل هو أهم موضوع في حياة الناس، ذلك هو موضوع البيئة، وخاصة في جانب أساسي منه مسألة الماء الذي نحن الآن نشكو منه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا غيثا مريعا وماطرا وغيثا نافعا بحوله سبحانه وتعالى. ذلك أن قلت الماء بما هو مادة حيوية كما عبر عنها القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكون الإنسان عندما ينسى هذه النعمة الكبرى يتعامل معها بمجموعة من التعاملات التي تؤدي إلى يعني من الناحية البيئية خاصة إلى ما لا تحمد عقباه. فمن ثم تأتي هذه الحالة وحالة التواصل الواقع الآن بين كلية الشريعة وهذا المركب الثقافي التابع لوزارة الأوقاف في الشؤون الإسلامية، ومع طلبة الدراسات الشرعية في كلية الشريعة على مستوى يعني الدكتوراه والماستر قبل ذلك، من أجل تحسيس المجتمع القريب منا، المجتمع الجهوي على الأقل، بأهمية المحافظة على الماء، أهمية ترشيد الماء، أهمية استعمال الماء، أهمية الماء في حياة الإنسان، عسانا نستطيع أن نصلح بعدما فسد بهذه العبارة بين قوسين من كثير من الناس الذين لا يقدرون هذه النعمة الربانية التي جعل الله سبحانه وتعالى منها كل شيء حي كما ذكر القرآن الكريم.